هعمل معاكم النهارده مافن بالشوكليت بمقادير مظبوطه جدا، وفي نص ساعه بتكوني محضراها ومستويه وكمان بتاكليها. اول حاجه هشغل الفرن على درجه حراره 160 وهظبط الرف كده في النص، وابتدي ان انا احضر الصينيه واحط فيها ورق الكب كيك. لو عندكم ورق المافن متوفر يبقى يا ريت، بس انا ما كانش عندي غير ورق الكب كيك. هجيب بقى بوله واحط فيها بقى بيضايه بدرجه حراره الغرفه، وكمان فانيليا ممكن طبعا سايله او بودر، وكوبايه الا ربع من السكر، وهقلب بقى كويس جدا لغايه ما لونهم يفتح كده مع بعض. هنزل بقى بربع كوبايه من الزيت، ونص كوبايه من اللبن، ومعلقه كبيره من الخل، وهقلب بقى لغايه ما السكر يدوب تماما. طبعا بقى يا ريت يكون المكيال اللي انا بقى بقيس بيه يكون كل واحد، علشان خاطر المقادير تطلع معايا مظبوطه جدا. قلبت كويس واتاكدت ان السكر داب تماما. هكون بقى محضره كوبايه كبيره من الدقيق، يكون متعدد الاستخدامات او مخصص للكيك. واهم حاجه لازم طبعا ان انا انخله كويس جدا عشان الهواء يدخله وما يبقاش فيه اي حبيبات. وهضيف كمان نص معلقه صغيره من البيكنج صودا، يا ريت ما نكترش منه عشان ما تنفش مننا قوي وتمرر كمان، ورشه من الملح، و3 معالق كبار من الكاكاو الاسباني الغير محلى. هننخلهم بقى كويس جدا، ودي اهم خطوه علشان خاطر الهواء يدخل جوه الخليط ويدينا مافن هش كده وشكله وطعمه حلوين. لو لقينا بقى اي حبيبات كده في الباودر دوت، عادي جدا بنعملها بالسباتولا كده ونفككه كويس، ويبقى كده خلاص الخليط كده مقاديره مظبوطه جدا معانا. هنقلب بقى لغايه ما الدقيق يندمج مع الخليط السائل زي ما انتم شايفين كده. واهم حاجه انزل الحروف بتاعه الدقيق دي، واتاكد ان مفيش دقيق خالص في البوله من تحت. قلبته كويس. هضيف بقى 3 معالق كبار من الشوكليت شيبس واقلبهم مع بعض كده. بمجرد ان هو خلاص اندمج مع بعضه، اروح صباه على طول في القوالب بتاعه المافن، واروح مدخلها على الفرن. عشان كده كنت مولعه الفرن قبلها ب10 دقايق، وكمان محضره الصينيه علشان انا لو سبته الخليط سبته كده على جنب ركنته، الشوكليت شيبس هينزل من تحت وهيبوظ معايا الخليط. فلازم اول خطوه اعملها ان انا اكون مولعه الفرن ومحضره كمان الصينيه. صبيت الخليط بقى وحطيت من على الوش كده الشوكليت شيبس، هدخله على الفرن على طول. بيقعد في الفرن بالظبط 15 دقيقة وبيخرج معانا بالشكل ده. طعمه حلو جدا والاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي. يعني انت ممكن لو ولادك رايحين المدرسة بتحضريه، عقبال ما يلبسوا يحضروا حاجتهم بيكون جاهز. حط لهم في اللانش بوكس، وبجد طعمه خطير. جربوا الطريقة دي وقولي ايه رأيكم، وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.